أهلا بكم من جديد. النهاردة هنتكلم عن تفاصيل المكالمة الأخيرة بين يحيى الفخراني وصلاح السعدني. تحدث بقى النجم يحيى الفخراني عن علاقته بالنجم الراحل صلاح السعدني كاشفا عن آخر مكالمة جمعت بينهم منذ فترة طبعا قصيرة. وقال يحيى الفخراني طبعا آخر مكالمة كانت بيني وبين صلاح السعداني كانت أيام مهرجان الدراما، عندما اعتذر بقى عن الحضور وقال إن هو مش قادر يحضر. فقلت طبعا لازم أكلمه، وكان ابنه أحمد السعداني قال لي بابا مش قادر، فطلبت منه بقى إن أنا أكلمه وأسلم عليه وأبلغه بقى بنفسي عن التكريم، وإن أنا اللي أتكرم بوجوده وقبوله هذا التكريم، وذلك بقى في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدة على شاشة أون. فقلت له ما تقدرش تيجي يا صلاح؟ قال لي لا مش قادر. وقمت طبعا بتسلم الجائزة بدلا عنه وأرسلتها له. أنا طبعا اللي قلت إن أستلمها مكانه، وقلت له ده مجرد تكريم بسيط مقابل ما قدمته في مسيرتك الفنية في الدراما. وقال كمان إن صلاح السعداني كان إنسان بمعنى الكلمة، لم يغضب منه أحد يوما، وسيرته طبعا لعطرة طاغية ترك أثرا في النفوس لا يستطيع نسيانه، كل حاجة في شخصيته مش هقدر أنساها. أما بقى عن ثقافة جيل صلاح السعداني، قال إن حظنا كجيل إن إحنا كنا محاطين بمثقفين كتير وكتاب، طبعا حظنا إن طبيعة ذلك الزمن كان كذلك. نحن طبعا نتاج لزمن معين، والدليل على ذلك طبيعة الأعمال الراهنة مقارنة بالسابق. الآن التكنولوجيا بقى والأكشن طاغيين على الأعمال. وقال بقى يحيى الفخراني إن الإنسان في أي زمن ممكن يثقف نفسه، لكن إحنا كنا محظوظين إن إحنا محاطين بقى بنخبة من المثقفين والكتاب والمفكرين، ونحن نتاج بقى ذلك الجيل وتلك الحقبة. وكانت بقى القراءة بالنسبة لنا متعة، وما كانش طبعا ينفع إننا ما نكونش بنقرأ. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة.